السلام عليكم اخوي مبارك. عليكم السلام. هلا والله. احب اصب عليك وعلى الاخوان الموجودين واقدم بحر التعازي للشعب السعودي بوفاه الفقيد عناية بن عبد العزيز. جزاك الله. انا بس اسمح لي راح اشط شوي على الموضوع لانه والله موضوع مضايقني من زمان، والله ما بيني وبينه اي علاقه شخصيه واخو عزيز وغالي، بس ابي اتوجه الى جمال مبارك. تفضل. جمال مبارك جون كارلين كاتب انجليزي كتب عن زيدان، قال زيدان راح يذكر التاريخ بعد 500 سنه في تاريخ الريال. واختار هاللاعب من ضمن كل لاعبين الريال اللي مروا والاساطير. انت شلون تقيمه وتقول هو مو لاعب؟ انت واجهت نواف الدمياط ويوسف الثنيان وكلنا شفنا مواجهتك ضدهم، وانت شنو سويت؟ على اي اساس انت قيمت زيدان يا جمال؟ ولا تعتبر الكلام اللي بقوله فيه تجريح، لا حاشا بالله. بس والله مصدوم من تعليقك عن زيدان. بس مشكور يا سلطان، وكلام في قلبه. بعد شيء ان شاء الله تعلق عليه جمال. اخر اتصال اخوي احمد فرج، تفضل. الله بالخير. يا هلا حبيب كرم. هلا اخوي احمد، تفضل. شلونك؟ هلا والله. معك طيبين. الله يسلمك، يحييك. انا بوجه كلمه حق جمال. تفضل. هو قاعد يقول على العلم وعلمنا ما يرتفع وكذا، فهو واحد كان من المؤيدين اللي ما خلوا علمنا يرتفع، واحد يتحكى ويقول علمنا ما يرتفع وكذا. فالمفروض الواحد تكون كلمه متى واحدة. متى ايت؟ انا ايت منه؟ اول شيء ايت منه انا. انت جمال مؤيد وخالص يعني من غير. اوكي، منو الشخص سمى انت مؤيد منه؟ انا مؤيد باصم بالعشره يا جمال الله يرحم والديك. لا قول مؤيد منه. مؤيد اللي بدأوا بالمشاكل. وليش ما تقول اسمه زين اخوي احمد؟ انا اعرفك اتصالاتك طول عمرك جريء. انت تعرفه وانا اعرفه؟ انا ما اعرفه والله. منو انت؟ ها؟ والله ما عرفت منو قصدك انت. زيدان يا شكرا احمد، شكرا، يعطيك العافيه. واتصال اخر شيء اتصال مميز صراحه. فاصل ونرجع لكم.